تجميعات للحواوشي الكداب واللحمه المفرومه الكدابه والبانيه. تعالوا شوفوا الفيديو هنشوف ايه هي الحاجات اللي انا عملتها في القناه. اول حاجه ده الحواوشي ده طعمه كان حلو جدا ومش مكلف، وهتقدري تعمليه بكل سهوله، بدون لحمه، بدون فراخ، بدون حتى سمك. لان انت ممكن تجيبي الجمبري وتعمليه حواوشي. تمام، هعمله لكم مره. عندي بقى ايه؟ بتنجان اسود، ولازم او المكبب ده ابشروها كويس جدا. الطعم هيجي من البتنجان، وبالذات البتنجان المكبب ده ليه طعم مختلف تماما، وطعمه شبه اللحمه بالظبط. هبتدي ابشره كويس، وبشرت بصلايه، خلي بالكم وما بين كل رق بتنجان ببشر بصلايه عشان خاطر، يعني نص بصلايه، عشان البتنجان بيسود بسرعه، عشان ما يديش اللون الاسود في الحواوشي. زي ما انتم شايفين اهو، شلت القشره خلصتهم. بسم الله ما شاء الله، يعني كان حواوشي عيالي ما صدقوش ان الحواوشي ده كداب، يعني ما افتكروش ان اللحمه دي او الحواوشي ده مفيهوش لحمه. تمام، ابشريهم كويس جدا زي ما انت شايفه كده، انا بشرتهم. طبعا بعتذر على التصوير ده، كان زمان مش دلوقتي. فلفل اسود، بابريكا، ملح، كمون، لازم الكمون، وشطه لو انت عاوزه، معلقه بيكنج باودر وضروري، والملح، وطماطميه مبشوره، قصدي معلقه صلصه، بعتذر. وممكن تحطي هريسه شطه كمان، هيديها طعم خرافه. خلاص كده ببتدي ان انا اقص الرغيف زي ما انتم شايفينه في الحته اللي فوق. ممكن تفتحيه بايدك او بالسكينه، بس انا حبيت ان اقصه عشان اقدر احشي براحتي، لان الرغيف كمان كبير وحجمه حلو. تمام، وحطي الكميه اللي انت عاوزاها من الحواوشي، كانك بتعملي حواوشي لحمه بالظبط، مفيش فرق. لو عاوزين نعمل لكم حواوشي الجمبري او حواوشي الاسماك قولولي، ده طعمه احلى 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 بكتير من الحواوشي بتاع اللحمه او الفراخ. هبتدي ان انا اخد كده بالمعلقه، عشان يا جماعه دي مش لحمه، فالقوام بتاعها مش زي قوام اللحمه ابدا. احشي بقى زي ما انت شايفه، واركني الرغيف واعملي التاني، خلصيهم كلهم. زي ما انا قلت لكم الحواوشي ده من اطعم الحاجه اللي ممكن تاكليها، او من اطعم الحواوشي اللي ممكن تعمليه. كمان مفيد لان البتنجان فيه حديد، فده هيفيد اولادك. وتقدري تضحكي على طفله صغيره او طفل صغير، مش تضحكي يعني تاكلهوله البتنجان لو ما بيحبوش بالطريقه دي. هتجيبي كمان جبنه موتزاريلا او جبنه رومي، انا عندي جبنه رومي، هتحطي شويه قليلين كده بس عشان خاطر ايه؟ يمسكوا اللحمه في الشندوتش. تمام، زي ما انت شايفه كده. هتبتدي بقى ان انت ايه؟ تقليهم بقى، هنقليهم زي ما بنقلي الحواوشي. تقدري تحطوهم في الفرن، بس انا حبيت برضو احطه لكم كمان على البوتاجاز زي ما انتم شايفين. حطي حته زبده، بلاش تحطي زيت، علشان خاطر برضو بتدي فايده للايه؟ للحواوشي. زي ما انت شايفه، ابتدي بقى اقلبي يمين وشمال اهو لحد ما ياخد اللون. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا عاوزه قناتي تقف على رجليها بيكوا انتوا، بيكوا مش باي حد تاني. يبقى اللي هيشوف الفيديو لو عجبه، صحيح الفيديو التصوير فيه مش زي ما انا بصور دلوقتي، لاني المطبخ كان عندي الاضاءه فيه مش كويسه، بس اوعدكم ان شاء الله اني انا هقدم لكم فيديوهات حلوه كتير لو انتوا وقفتوا معايا وكبرتوا لي قناتي. ارجو الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. الفيديو النهارده ده بسيط، ولكن بكره هعمل لكم فيديو رائع جدا. اتمنى ان انتوا تستنوني بكره. وفي الاخر انا بعد ما خلصت الحواوشي اهو، الحواوشي بصوا الرغيفه اللي انا عملتها، الاربع رغيفه او الثلاثه اللي انا عملتهم قصادكم، بجد بجد خرافه. تقدري تعملي جنبيها اي حاجه، طحينه، اي حاجه. تعالي نشوف بقى ايه البانيه الكداب. هو في كمان بانيه كداب طبعا، ده من احلى البانيه اللي ممكن تاكليه. بصي طيب شكله، وهو في الاول وفي الاخر بطاطس، يعني مش حاجه مش حاجه كبيره. عندي بطاطس قشرتها زي ما انتم شايفين، وهقطعها مكعبات وهسلقها. لا 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 لا، مش هقطعها، مش هسلقها. نسيت الفيديو يا جماعه، الفيديو عندي من بدري. هقطعها زي ما انتم شايفين شرايح كده، وهبتدي ان انا ايه؟ اسلقها بميه سخنه اهو زي ما انتم شايفين. خليكم مركزين معايا يا جماعه، عشان الفيديو دوت لي اكتر من سنه او سنه ونص. لا ده اكتر من سنتين. هبتدي ان انا احط بابريكا وفلفل اسود وكمون، ولازم يكون في شطه. عندي بقى هنا دقيق وميه عشان اعجن، كاني بعمل قرنبيط بس تقريبا من غير بيض. تمام، اللي هي هعمل عجينه السائله. هبتدي ان انا
اعمله كويس، اضربه كويس، كمون، فلفل، 7 بهارات، كل ما هو عندك حطيه. واعجني كويس جدا، اضربها كويس جدا. وبعد كده ابتدي هاتي البطاطس اللي انت سلقتيها نص سلقه، انت سلقتيها نص سلقه، مش سلقه كامله. هتحطي بقى البطاطس اهي، بصي نص سلقه. وبعد كده هتطلعيها تحطيها في البقسماط، تمام، وتطلعيها بقى عشان تقليها. تحطيها في الطبق بتاعك بقى عشان تقليها زي ما انت شايفه كده، ادي شكلها. تحطيها في الطبق بتاعك عشان تقليها. بسم الله ما شاء الله. يعني اعملي لعيالك في الوقت ده كل حاجه هي حلوه، ولكن هتستفيدي منها. يعني مش لحمه، مش فراخ، مش بانيه، مش فراخ خالص. بقطعه بطاطس او بطاطسيتين تقدري تعملي كميه كبيره لاولادك بكل سهوله. زي ما انتم شايفين هبتدي بقى ان انا اقليها. بجد الفيديو حلو. بصوا اهي زي ما انتم شايفين الشكل. حطيتها في الفريزر تجمد شويه، لازم تحطيها في الفريزر عشان خاطر تجمد شويه. عندي بقى الزيت مقدوح كويس. هبتدي ان انا احط البطاطس، هقليها بقى على الناحيتين. انا عايزه اقول لكم ان الصينيه دي تيفال، لو قلت لكم ان الصينيه دي تيفال مش هتصدقوني. قلبي بقى من الناحيتين، واول ما تتحمر طلعيها على ورق او مناديل مطبخ. اكيد كنت بعمل اكل تاني. مناديل مطبخ وطلعيها وخليها تنشف، وطلعيها قدميها بقى جنب كاتشب، جنب مايونيز، جنب اي حاجه انت تحبيها. وكمان قلت جنبها بطاطس، يعني مش هي بس. لو الفيديو عجبكم ارجو الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. انا بحبكم قوي، عاوزاكم تدعموني بلايك وكومنت حلو. وعاوزاكم كمان تقولوا لي ايه رايكم في الفيديو. على فكره اللي كان على البوتاجاز ده الكاتشب اللي انا بعرف اعمله. الكاتشب ده جميل خرافه، احسن من اللي بره 200,000 مره. ارجو الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد او كل جديد. تعالوا نشوف بقى البيتزا الكدابه ديت ما فيهاش لا دقيق ولا اي حاجه. عندي بيضه وبصلايه وطماطمايه. تعالوا نشوف هنعمل ايه. ممكن يكون فيها دقيق بس، يعني معلقه او 2، مش معنى كده ان ما فيهاش دقيق، بس مش دقيق ان انا هعجن بيه. تمام. هبتدي ان انا اقطع البصل زي ما انتم شايفين شرايح. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. هبتدي ان انا اقطع الطماطم، قطعت البصل وهبتدي ان انا اقطع الطماطم تقطيعه كويسه. وبعدين هبتدي ان انا اطقش بيض. كم بيضه بقى؟ 1 2 3 4 5 بيضات او 4 بيضات، لا 4 بيضات بالظبط. هبتدي ان انا ارش عليهم ملح زي ما انتم شايفين، وفلفل اسود عشان الزفاره. دايما البيض بيحتاج الفلفل الاسود، وشويه كزبره او نعناع، مش عارفه ايه دي، مش متذكره يا جماعه. عندي بقى الصينيه زي ما انتم شايفين. هبتدي ان انا بقى ارص الطماطم بقى زي ما انتم شايفين كويس جدا، وهرص حلقات البصل. المفروض اوطي النار. تمام يا جماعه. لو عاوزين ارجع تاني اعمل، انا مش هلغي المخبوزات لاني انا حياتي في المخبوزات، بس لو عاوزيني تاني ارجع اقدم طبخات، بس هقدمها بنظام جديد غير كده خالص ان شاء الله. ان شاء الله قولوا لي. هبتدي ان انا بقى احمر بقى الطماطم والبصل، هقلبها من كل الجهات. عايزه اقول لكم والله الحاجات دي بتاكل، يعني الحاجات دي بتاكل احسن من اللحوم وكده. هبتدي بقى ان انا احط البيض واغطيها بقى واسيبها تستوي اهو. بصوا هبتدي بقى ان انا احط جبنه موتزاريلا. حطي وما تستخسريش، جبنه رومي وموتزاريلا وميكس جبن، كل اللي عندك حطيه. تمام. يلا حطيتهم كلهم وهغطي هرص طماطم طبعا ان احنا قطعناها دي غير الطماطم اللي حطيناها في الاول. وهغطي ده فلفل يا جماعه، انا بعتذر حطيت فلفل مش طماطم. طبعا دي بيتزا من احلى البيتزا اللي ممكن تاكليها، لان هي مش مكلفه، ما فيهاش دقيق ولا حاجه. زي ما انت شايفه كده. كلي بقى واشبعي، ويبقى فطار صحي ليكي وللاولاد، وفي بصل وفي
فلفل وفيه طماطم، فطبعا صحي. ارجو الاشتراك وتفعيل الجرس. تعالوا نشوف بقى ايه اللحمه المفرومه الكدابه. هو كمان في لحمه مفرومه كدابه، طبعا اللحمه المفرومه الكدابه من احسن اللحوم. عملتها حواوشي كمان قدامكم، عملتها معصجه اهي، يعني الناحيتين المفرومه ومعصجه، حواوشي ومعصجه، بعتذر. بصوا بقى، انت مش هتصدقي ان دي ممكن تكون لحمه مفرومه. ايه هي؟ ربع كيلو كبد وقوانص. عملت الكميه اللي انت شفتها في اول الفيديو. عندي الكبه، هبتدي ان انا افرم بقى الكبد والقوانص. وعايزه اقول لكم ان ناس كتير قالت ان الكبد والقوانص بتعمل مفعول اللحمه المفرومه، وانا جربتها وعلى ضمانتي. ابتدي بقى افرميها كويس جدا لحد ما تتفرم خالص زي ما انتوا هتشوفوا شكلها كده. طبعا الكبه بتاعتي برضو ضعيفه فخدت وقت معايا. الربع كيلو طبعا انت غاسله القوانص وشايله منها الدهون البيضه ومنضفاها تنظيفه كويسه جدا. عندي بقى طماطم، عندي بصل مفروم، وادي الكبد والقوانص، وعندي توم، وعندي بقى فلفل اسود، 7 بهارات، كركم، كاري. احط بقى حته زبده ونقطه زيت، وابتدي بقى ان انا احمر جزء بقى من الحواوشي من اللحمه المفرومه الكدابه، عشان اوريكم ان انتي هتقدري تعملي لحمه مفرومه وتعصجيها. طبعا ده البصل يا جماعه، عشان بس محدش يقول لي ده البصل. تمام. والله ما عارفه البصل ولا اللحمه. لا اللحمه، يبقى اللحمه المفرومه الكدابه اللي احنا قلنا عليها في اول الفيديو. بعتذر منكم يا جماعه، زي ما انا قلت لكم الفيديو ليه فتره طويله. انا نفسي ارجع تاني للطبخات واحده واحده معاكم. ولو هيعجبكم الفيديوهات دي يا ريت تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. زي ما انتم شايفين كده، طبعا هي ما بتاخدش وقت على النار لحد ما تتعصج. انا ما بحطش الصراحه في اللحمه المفرومه بتاعت البشاميل او في اللحمه المفرومه اللي انا بعصجها اي حاجه تخص الصلصه، يعني لا صلصه ولا طماطم، لان الصلصه مع اللحمه المفرومه بحس ان طعمها بيختلف. ده اسلوبي صراحه. طبعا فص الثوم اللي حطيته في الاخر، او قرن الفلفل يا جماعه، بعتذر، فص الثوم حطيته في الاول. واحط طماطمايه وقرن فلفل. انا قلت طماطم ما قلت الصلصه، انا ما بحبش احط الصلصه. تمام، يمكن احط صلصه محدش عارف. لان ده من زمان. بصوا بقى، حد يقول لي ايه الاختلاف؟ مفيش. وهي استوت لانها مفرومه، عارفين لو مش مفرومه مش هتستوي كده. طب تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الحواوشي كمان عشان يبقى عملنا كل حاجه. جبنا الرغيف اهو، وهنحط فيه اللحمه المفرومه اللي احنا عصجناه. طب اللي احنا بقى هنحطه مستوي علشان خاطر دقونس بعتذر، ده قوانص مش لحمه مفرومه اصليه. لو لحمه مفرومه هتستوي من غير ما احتاج ان انا احطها في رغيف. تمام، ما ينفعش احطها نيه. هحمره بقى على البوتاجاز زي ما انتم شايفين برضو اهو. هبتدي ان انا احمره على الناحيتين. انا عاوزاكم بس لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتعملوا اشتراك وتدعموني بلايك وتقولوا لي كومنت حلو زي ما انتم شايفين كده. انا كان التصوير زمان مختلف، انا مش عارفه ازاي كنت بصور اصلا. يعني انا دلوقتي حاسه ان التصوير اختلف معايا تماما كل حاجه. طبعا المفروض اكون موطيه النار، المفروض مش عارفه يعني ايه اللي كان حاصل. طبعا منظر البوتاجاز انا جايباه كده يا جماعه، انا كنت جايباه مستعمل والحمد لله بعته وجبت واحد تاني برضك مستعمل. زي ما انتم شايفين. كان ممكن احط كمان جبنه بس انا ما حبيتش احط جبنه عشان خاطر ما غيرش طعم الحواوشي اللي هي الكبد والقوانص، وعشان بس الفيديو يكون فيه مصداقيه. زي ما انتم شايفين. لو عجبكم الفيديو ارجو الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. تعالوا نشوف بقى الكفته الكدابه. طبعا الكفته اغلبيتنا، طبعا الفيديو ده كان عندي على القناه وجايب مشاهدات كتير جدا، وخصوصا الفيديو القصير منه والفيديو الطويل. تعالوا نشوفوا. بصوا يا جماعه، العدس بجبه ليه فوائد كتير لا حصر لها. لو قعدنا من هنا لشهر لقدام نقول فوائده من بروتين وكالسيوم وحديد وحاجات كتير جدا جوه العدس بجبه. يمكن البروتين اللي هو الرخيص اللي طعمه حلو جدا. لو حابين اعمل لكم عدس بجبه طبيخ قولوا لي برضو، بعمله حلو جدا. ادي العدس جبته نقيته وهسلقه. طبعا لازم يتسلق، لازم يستوي تسويه كامله عشان خاطر اقدر افرمه في الكبه. وهنا هبتدي ان انا احط بطاطس. تمام،
اسلق بطاطس واسلق ايه العدس. عندي بقى هو العدس اتسلق او زي ما انتم شايفين صفيته كويس من الميه. عندي بقى في الكبه البصله افرمها كويس لان الكبه بتاعتي صغيره، فهبتدي افرم حبه حبه وبعد كده ارجع تاني افرمهم مع بعض. تمام. هبتدي ان انا احط البقدونس. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله محمد رسول الله. ابتدي بقى ان انتي افرمي بردك البطاطس البصل الخضره، هترميهم كلهم وهتبتدي تحطيهم في حاجه عشان خاطر ايه زي ما انا قلت لكم الكبه بتاعتي صغيره فما كانتش هتشيل كل حاجه. هبتدي بقى ان انا احط العدس. دلوقتي بقى في كبات كتير وكبات نظيفه عن كده. هبتدي ان انا احط العدس وافرمه، ولازم يتفرم كويس جدا زيه زي البطاطس والخضره والبصل والثوم، لازم يتفرموا كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. انا هخلصهم كلهم. عارفين بقى لو الكبه كبيره وكمان بتفرم كويس يعني عندها قوه ان هي تفرم كويس، هتحطي كله مع بعض اهو. بصوا الكميه هي يا جماعه بسم الله ما شاء الله. لازم بقى تحطي حاجه تمسكهم، ملح وفلفل وكمون وكزبره، ديت الايه التوابل. تمام. وكمان بهارات كفته يا جماعه، لازم تجيبوا بهارات كفته. هبتدي ان انا احط بقسماط، لازم تحطي البقسماط في الكفته زي ما انتم شايفين. واهو انا لسه بقول بهارات كفته، هتبتدي تحطي منهم معلقه حلوه كده عشان تحتويهم. ابتدي بقى ان انت قلبي، وهتحطي كمان معلقتين دقيق لان انتوا عارفين ان العدس ماده ممكن مع يعني هتكون بتلزق شويه زي ما انتم شايفين اهو. دي الكفته بقت زي الفل. هتبتدي بقى تصبعيها. عندي زيت، لازم تحطي في ايدك زيت عشان ما تلزقش في ايدك. اعمليها بقى صوابع زي ما انت شايفه بسم الله ما شاء الله، الصباع زي العسل واكيد طعمه هيبقى حلو جدا. ابتدي بقى ان انت ايه زي ما انت شايفه اعملي كده كل الصوابع زي ما انت شايفه، خلصيهم كلهم بكل يعني جمالهم بجد. كان طعمهم مفيش فرق بينه وبين الكفته اللي هي لحمه. ابتدي بقى قليها كويس زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. طلعت كميه يعني كان نص كيلو عدس، طلع كميه حلوه قوي. تمام. كان ربع كيلو كمان، طلع كميه حلوه اللي انتوا هتشوفوها او شفتوها في اول الفيديو. اقلي بقى البطاطس اقلي الكفته على الناحيتين وحمريها كويس. تقدري تعمليها بالطماطم كأني كفتة رز، بعتذر، او كفتة عادية. هي كمان شبيه كفتة الرز لان هي ماسكة نفسها كويس جدا زي ما انت شايفة كده. انت ما اضطريتيش تحطيها في تلاجة ولا تحطيها في حاجة، بالعكس هتعمليها بقى كأنها كفتة حقيقية. بتحطي لها فحماية وتغطي الفحم كده لحد ما يطلع دخانه خالص. قالت جنبها شوية بطاطس وكانت زي العسل. لو عجبكم الفيديو ارجو الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.